زمانه لأما مجرد ما مسألة راداندن وقبول جوان زمان براستی راداندن شاق دخاطی جواب که باندور نمی که برای گشتی بلتا آماده بکی یعنی جالی نفسی دار جالی هر دار توی آماده بکی یک آماده بکی کیه؟ راداندن بگم هر کسی رو لتلویزیون دنره چالکی آوای دنره جواکی گشتی لی دنره آوای جواکی ارنا لی دنره اینجا جبروی آوی کشوبای خاصی که باندور کنی جواکی بکی تحاضریش تشنادی داده کی جبروی آوی یلا کی گریگ لدور راداندن اجبو که باندور لجواکی بکی طبی بایش ای پرسد جواکی چیز مینه که جواک خواه شیرار ده زانه به کلچه گداری میکنه و باور بکنم آنها بلکه دجواکی مالا انجام که گریو گازوزان بکن باندور پاکی مثال بارا ماندن جواکی که باندور لجوانان بکی وانا در بخیر تشتیانا که اونا راست پیشوانا بکی او بکی باندور پاکی لکن جواکی نه ایجا من برای اوی هم راستی ببیشنی یعنی جواکی من هم راستی به و هم جیب زانستی هرسل مثلا نه وقت فلين قلت أزواج رابطين ما بهوت كدين قال لك زانستي هذا شو أوجد كانوا بانجورة بكين لا ما تشتري كراسي جبال كفين كلام ده جبال جبال دارنا كذا يعني وقت تبني جبال كي كويرو باندورة الحركة سيكة الحرم على هذا حتى بيرو كله ما تبني الحركة قلت اسمه كوارو واني قلت إذا كي تدبير بيجي شيء أبوني جبالنا وهين ايه بيترجم بلكي كسن وقوة ايه زانس ايه علماء ابن الجوار كلا كانوا بنين ري راس فيش الجوار كلا بمجشتا راس كي ما شاشي واي إذا فرميوي رولي رقمدن قلقي أول كنت قاسم نيرنا متهويد بوكينين جسارة ليه خالد احنا كي نريني ما مستحسن جي بقرن أبنزي من كا نريني ويش ليه خالد شنا هنا كي قالبن هوالي خوي حاضر جي نريني هوالي خوي حاضر جي هكذا قسمي واحدن كورتا پیشنیار نیازی مداخله نیوانی کورت هدن عالیه دیم جاریدم کارمش بگیرن اگر بهوانی به هدن بس پیشتی ام دریا ما مستحسن جی بگیرن. لا تسبك سبب وريج بو هكذا نهضر حاضر وأب مؤتمر كتير مهمة يعني أب مؤتمر هو يكتيا حما دينا كتيم حتى أجر مرو دين شيروبا بيتجرك مرو باش شيروبا جالك شيروبا ما نستر دين شاش بتدهنا جبر بيك فكركين جواكي فرشة شيروبا ما نستر دين شاش نا حمد دين لساسة تشتغلنا دين إسلامي جدب ودين مسيحية جدب دين إيزولية جدب سرته تشتغلنا یک بیرو ماوری عقیده یک اسطوره چیروک دینی قصص دینی کهنه یک جیل طقس طقوس دینی حمد نمیده demek ki hedefi hamd dina yeke çiye ahlak cevabul eğer en راس نزيكي دينا نبل وانتمو دايم شاب تربيهبي كشتل ويتشيل نارولا اعلام الشيء يعني راغاند نارا راغاند لكو ايرو لسر دينا داخل قالك تلفزيون ديني هنا قالك قناتنا أو قناتين كو روشة دينا نقاش دكان خطاب ورا خطاب الكراهية نا خطابات غلط خطابك كشتن جبوري كجرك ده علامة أمني ده خطاب ديني سراس خطابة ديني كذا سراس نبر
وكشتني تشبكي وقتل عمل تشبكي وإرهاب تشبكي وأبي راضية خطابة ما أعلامك لك أن بقول تلفزيون الديني جرك تقول لي بحث أخلاقي جواكي بك جرك بحث هديتنا جواكي بك جرك بحث أخلاقي رأس بك جرك بحث طيبت مني جواكي بك شو دين جواكي تاريخ دينا مقبل حمي جواكونا مرحلة تراجع شروعهم كحمي جواكونا كي تشتري أخلاقي جواكي تشتري جواكي أخلاقي جوابه خطابنا يا اعلامي هي جنك اعلام مسار مسألة دين سكنن فقط نرينا من هر تلفزيونك لبشرة تسلاداري جاي هر تلفزيونك ديني شروبي ديني لكن بشروي تلفزيونك لا تسلاداري جاي نعم فرصة برداية فرصة مؤمن لسر تسكن برداية أمين دين بيخدم خدمات الدولة يا دولة بيخدم خدمات الدين أساس الدين كتير خدمات الدولة دين كتير خدمات الدولة وكذا بيروما تلفزيونات ماشينات بنولد دولة يبغوا الدين بيخدم خدماتها لكن إيكي بيرو بواريو بيخدم خدماتها عاطفة من يدي بيخدم خدماتها وهسه من يدي بيخدم خدماتها وأثبت هندل نفسه كده أتشوى مسلمانة كراستم يعني أتشوى مسيحية كراستم يعني أتشوى إيزيكية كراستم راستي وصيح أعلام يكون عادل مشاندل شو أعلام كردي عربي حتى إنجليزي حتى زمان اللي ترى قدموا كلنا أو أعلامات توجهها لسر إيديولوجيا دولتك وتيجي تحقق خدمتها أمي غلطية خطابات جوان ديناك خطابات جوان كهيش ناك يقول لي أعلام رولك سلبي ليزر نرولك راس ليزر أجل أنا بقدر دولة كباش بليزر أن جارك أعلامه راس بدن شغلان أن خطابي جبال جيبك يكون جبال جيب مثلا أذنها مثالك يبقى مثالك عملي بك نهار ورات مدى مخدرات البوطن تكي واجب إمام الجامعة دا خطاب خودانك خطاب محبطانك أنه واجب إنسانك إمامة دهندري وجامعة دا باقوة دهندري تلتزيون دا باقوة مثلا بأخلاقي بيشكر تجي أو إمامك جامعة رجل مثلا رجل إيلي ما نقلك خطاب الجبال يبقى بأخلاقي نراشة كي إسلام مثل أخلاقيا فقط أم زعيم بيدن تلفزيون كوتين مشاندل عيني علامة كوتين مشاندل عيني خطابات جوال كناكي جوال التلفزيون المهنة شيء كوتين شغلان دل آلية ديني لا اگر توجه آوه ناراس بوه جوال خراب کرد چونکه خطابات یا دینی شاش بد دوه جوال بخنه قریدن خطابة دين بالمهمة عربي تريد تجديد الخطاب الديني جارك أن نهبونا خطابا بنا ديني بك ده علامة تجي جامعة تجي ده منهج تجي جارك أن خطابا بنا لسر أساسي يكبوني لسر أساسي روحي عاشقية لسر أساسي هكتنا دينا لسر أساسي هكتنا حمد دينا الكونغرس يكبوه الكونغر خطابا تشتكي دمك حمد أديان طارق الهدوش يوم بكذا أم خطابا خلي كذلك لسر بي أساسي بكذا أما خطابا ما ضعيفة بيارينا أعلامه ده هالكس تسلاطا يكتبشتا برا تدوي أعلامه تيجي بوقت شغله داعش جبهة النصر كده
داعش وجبهة النصرة داوي كرنا شاندا إسلامي كي تعمل ذلك؟ هناك قناة التلفزيون تعمل ذلك شاندا إسلامي جوتي وكرنا داعش وجبهة النصرة ما يزال يا تشتكي بسيط شوية بين درجة كبيرة كو نقاش الشيء هذا قلتنا الله أكبر قبضا قلتن رحي إنسانا معنويات إنسانات كده نهار شيء إنسان الله أكبر تك قلتن سري إنسانات الشهد كده أمنات شمتية إسلامية هبتش شمتية إسلامية وما تكامل شاء الله شنو ما بكنا قال خطابنا راسنا قال أمي صمان راسنا أمي خطة قرآني وخطة پیغمبر کوه کتابت شدید امی خطایی بده مشانده امی نه خطا انسانه کی کو دینش بخواه بین دستدار بده مشانده قل الحق ولو على نفسك حقی ببیج یکو حقی نبیجه او نکاره ببیج از بیدار یعنی حقی به هر دلیل ببیج تشتکو خیرات کرد تشتکو تربیحات کرد که استربی اساسی امنیزی کی دین ببیج ایمان تشتكي باشد روح انسانا صافي بك اما قال شاشي ليش غلاندن خراب بك لذلك حمدي موصل يقول أقول خطابك مجعل مرقود أم قارن كان هبوجيان بكن إزدي مسيحي حتى حمد تواصل قال هبوجيان بكن شبكي هدف ما يكن أو شيء هدف فكرية أخلاق تقول متواصل بالبجن أبو. سپاس مصطفى حسن تو شروع کردن دی عالی هدا راستی مجال پر حساسه پر گرینگا پر خوشا نقاش و در دور وی مجال و بلکی نرینی حوالی مجی بجداد و کسی کنهاد مرا حاضر ام نکار گلک نرینگا بگریجی بر دم ام چند جاره افکار خال دم خیلی حوالی می کنترلی هگر خلاف الميكروفون يلي كنترول خلاف القارب حاضر كنجبو حوالي ما حاضر الميكروفون تمام ما مستنور الدين خلافة كتمرة بمان توجيه الميكروفون بدأ ما مستنجور أو ما مستكمة هي خرافة بديدة بخرافة قلت يعني جو دمي أكتر هرجي وأم دمي به خالة الخاشي داويش قلت أصيها كبرسة كامل تعقيبها كبشوش كامل بارد ريمد باسم مؤسسة المنع في المؤتمر السنوي للديمقراطية العرب. كل الشكر لكم وللضيوف الكرام على إثارة موضوع لطالما شغل الجميع وهو الإعلام. حقيقة إن ما يجري على المنطقة سأل علامة بناء إعلامية لتفريغ المجتمع من كل الأخلاقيات والجوهر والعلاقات المتينة التي كانت تعيشها الشعوب في الفترات السابقة. نحن نعول بشكل كبير على الإعلام لما يحمل من مسؤوليات مهمة جدا في هذه المرحلة العصيبة التي تعيشها المنطقة. فالإعلام شيء أساسي بأنواعه المسموع والمقروء والمرئي والمسموع يجب أن يأخذ دوره الحقيقي والإيجابي ويبتعد عن السلبيات في دعم الحوار بين الأديان ودعم الخطاب والاعتدال بين الجميع ونبذ كل أشكال التطرف
والتفرقة والمعاملة على أساس المذهب والعرق والدين. فعبر الإعلام نستطيع فتح باب الحوار وتطوير الخطاب الديني الجامع بين الأديان الموجودة في شمال وشرق سوريا وسوريا ككل. فدورهم كبير، يجب أن يكون كل إعلامي وكل الشرفاء في المنطقة على تحمل مسؤولياتهم في فضح كل الممارسات التي تمارس بحق شعبنا تقريبا. والله ما بعرف لأنه المباشر ما نتحكم. الشيخ ما رجع. هدفها استعباد المجتمعات وتأسيسها لتحقيق مصالحها. وشكرا لكم. الحب رحيم ناشطة مدنية من الساحل السوري. الحقيقة اللي سمعته اليوم على المنبر بثير الشهية الحقيقية السورية لهذا النقاش وهذا الكلام الجميل اللي سمعته. كل هذا الكم من التعايش والتسامح والمحبة والسلام يضعني أمام سؤال، واعذروني عليه. إذا كيف نشأت داعش؟ هذا سؤال برسم رجال الدين الذين الجلسة الثالثة وهي جلسة متخصصة بالإعلام، دور الإعلام في النشر. سوف أبدأ مع ما انتهى به أستاذ حسن، وشكرا لأنك شجعتني على هذه المداخلة. طبعا الكلام اللي حكاه الأستاذ حسن هو نحن بنقول فيه كمجتمع مدني هو العلمانية وفصل الدين عن الدولة. هذا مطلب حق، وأرجو أن يأخذ الإعلام دوره لكيان هذا الدين بدوره الفعال في حل مشاكل المجتمع. يجب أن يقوم السياسة والإعلام بدوره الفعال عن الدولة. فرجل الدين مكانه دور العبادة. لذلك لو طبقت هذه الحقيقة لما رأيت قنوات دينية وراها سلطة تدعم رجال الدين لكي يفتوا ما يريدون. نتمنى كل هذا السلام الأول بشكل مختصر الذي شاهدناه من رجال الدين بكل طوائفهم أن يكونوا معنا. بس دور الإعلام اليوم المحاضرين، وقلنا أن يكون رئيس الجمهورية هو سوري، لا أريده لا من طائفة ولا من قومية. نتمنى أن نبقى كان صالح مسلم، عبد السلام أمين، حسن كوتشر. لن أطيل، أريد فقط أن أسألكم الرقة، تلك المدينة الجميلة التي كانت مشهورة بمثقفيها، بعد أن استباحتها داعش ماذا فعلتم؟ ألسنا في خطر حقيقي من بعض الخلايا النائمة؟ كإدارة ذاتية ومضطرة أن أسأل لأنكم المسؤولون هنا، هل وأكيد أنتم تقومون بواجبكم، لسنا في صدد هذا الكلام أبدا، لكن من باب الحرص والحب والمحبة الرقة بحاجة إلى إعادة بناء الإنسان فيها، فلهم الحق بعد معاناة 4 سنوات أن نكون بجانبهم ورجال الدين خصوصا. شكرا. يعني إعادة تفعيل دور السياسة والإعلام في سبيل تفعيل أن يكون الدين، أن يقوم الدين بدوره. طبعا تعقيب على الأخت أنه فصل الدين عن الدولة لا يعني فصل الدين عن المجتمع، وهذا يشتبه على واللورانس دريج بينا فصل الدين عن الدولة. والرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم يحكم أهل الدين بما فيه. كل صاحب دين، صاحب مجتمع، صاحب مذهب، طائفة، ففصل الدين عن الدولة يقرها القرآن، فصل الدين عن الدولة. أما فصل الدين عن المجتمع لا أظن أحد يعمل على فصل الدين عن المجتمع. يعني الطرح ما بدي سؤال، الجواب يعني لمن يحضر موسم الحج جميع الخطباء على الحج، موسم الحصاد جميع الخطباء على الحصاد. عجب فضل داعش على المجتمع منو أكثر
إزاحتها مو أكثر نفعا من الزكاة حتى يعني نوحد خطابنا الديني في مواجهة الفكر العنفي، الفكر الإرهابي، الفكر الذي هو الخطر على كل من يخالفه. والله يعطيكم العافية على نصر الدين جنيد. شكرا لكم. سعادة الشيخ رئيس الدكتور الأستاذ الشيخ محمد غزي، نأخذ فقط مداخلة أخرى من الشيخ وننتهي من المداخلات، نعطي المجال بعدها. تيست تيست. الله يجازي الإمام وخطيب جامع من أشكر الله به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعلق على كلمة الأخ حسن كوشر ويده عندما يقول هناك وراء كل محطة تلفزيونية هناك سلطة. هذه المحطة تبث ما يملى عليها من قبل هذه السلطة التي أنشأت هذه القناة أو تكون وراء هذه القناة. ثم حمل الأخ المسؤولية على خطيب المسجد الخطاب الديني. يقول الخطباء يجب أن يتكلموا. نعم، الخطباء والله وأقسم بالله أنه ما قصروا في هذا الكلام، ولكن الخطيب ليس رجل عسكري وليس رجل سياسي وليس رجل وراءه جيش أو سلطة حتى يستطيع أن يفعل ما يقوله. عندما نتكلم مثال ذلك نتكلم عن السرقة التي أصبحت في هذه البلاد، حتى لم تسلم منها المساجد ولم تسلم منها الكنائس ولا دور العبادة. يتكلم الخطيب، ولكن أين دور السلطة في الإمساك عن المجرم وإقامة سيف العدالة عليه؟ ولذلك الخطيب يتكلم، نعم يتكلم ليرضي الله عز وجل، ويتكلم عن جميع الأمور التي تهم المجتمع. وأرجو أن يفرق الأخ حسن كوشر بين القتل والجهاد. احنا ما هو كل شيء صار في قتل. نعم احنا لا ننكر، احنا لا نسمح بهذا ولا نأمر. احنا ديننا دين الإسلام بالذات دين العدالة، دين المساواة، دين المحبة، نريد السلام في جميع الطوائف الموجودة إنسانيا. أنا مثال على ذلك أختصر. مدحت رجل مسيحي في الحسكة على منبر رسول الله اسمه صيدلان السعد لأنه يبيع أرخص صيدلية في الحسكة والقاوشلي. هذه إنسانية، أسأل الله لكم التوفيق. شكرا فضيلة الشيخ. ننتهي بمداخلة الشيخ حول هذا المحور. نعطي مجال للمداخلات إن شاء الله لاحقا، يعني بعد المجال نعطي مجال للمداخلات. نأتي إلى السادة المحاورين. حقيقة أبدأ من حيث ما انتهى به الشيخ من عند الأستاذ صالح مسلم حول ما تفضل به الشيخ أو الأخوة المداخلين والأخوات حول دعم دور الإعلام لترويج الدين المضاد أو ترويج لهذه الجماعات المتطرفة كداعش وغيرها. حتى الأستاذة رحاب أيضا قالت من المسؤول عن نشوء داعش، يعني كجبهة يعني لعبت دور أو ممثل للدين في مرحلة من المراحل إلى الآن. تعقيبه على ذلك برسالة أجوى الله صالح أحيي الحضور مرة أخرى وأرجو أن يتحملوني. سأتحدث بالعربية نظرا لأن المجموعة حاضر أغلبيتهم يفهم العربية وحتى يذهب كلامي إلى القلوب مباشرة ولا أقول من غير ترجمة، لأن الترجمة قد تحول إلى شيء آخر، ولهذا سأتكلم العربية. بالنسبة للأديان أصبح لي أستمع إلى المشايخ والعلماء ورجال الدين من المسيحيين ومن الإيزيديين والزرادشتيين. هناك أمور ملفتة فعلا، وأرجو من الجميع أن يفكر فيها مليا. لقد تم استعراض العلم، يعني المؤرخون علماء الآثار علماء العلوم الإنسانية لديهم
أن البشرية تواجدت على مدى مئات آلاف السنين. الشيء الذي نتحدث عنه الآن يعني المجتمع، تكوين المجتمع، بدأ مع المجتمع النيوليثي تقريبا قبل 12 أو 15 ألف سنة، بما يعني حوالي 2 أو 3% من حياة البشرية. هذه البشرية خلال عمرها المديد الطويل الذي كانت تعيش فيه كانت تحكمها بعض القوانين، بعض الأسس، وهذا ما نسميه الأخلاق. هذه الأخلاق تطورت مع البشرية إلى أن توصل إلى مجتمع مستقر في العصر النيوليثي قبل 20 أو 15 ألف سنة. كل ما نتحدث عنه هو المجتمع، هو البشرية. الأديان ظهرت فيما بعد. أغلب الأديان ظهرت قبل 6000 سنة وإلى الآن، أي أنها مقارنة بالحياة البشرية المديدة لا تشكل إلا نسبة يسيرة. ولهذا الأديان أو جميع الذين تحدثوا البارحة أظهروا الأمرين. أولا الإنسان هو قبل كل شيء، يجب أي شيء لا يهتم بالشأن الإنساني ولا يرتقي به هو مرفوض، لا إلى دمار الإنسان، وإنما الإنسان هي القيمة العليا. والدين جاء لخدمة الإنسان، لخدمة البشرية، لتأمين تقدمه، لتطويره على شكل مجتمع بشري أو على شكل إنساني. ولهذا القيمة الأسمى بالنسبة للأديان جميعا، سواء كانت أقدم الأديان التي هي الزرادشتية، أول دين توحيدي، ثم اليهودية، ثم المسيحية، ثم الإسلام. جميع الأديان هي تعمل لسلامة المجتمع. لماذا ظهرت الأديان؟ الأديان ظهرت عندما انحرفت البشرية عن مسارها. يعني عندما تتحدث جميع الأديان عن قصة سيدنا آدم وخروجه من الجنة التي يتحدثون عنها في مخيلة البشرية وفي كروموزومات البشرية هي العصر النيوليثي الذي كانوا يعيشونه قبل 10,000 سنة، حيث كل شيء متوفر، لا سلطة تتحكم في رقاب المجتمع، لا أحد يسيطر على الآخر، ليس فيه ظلم، فيه عدالة، وجميع احتياجات البشر متوفرة. في لأن التاريخ يقول إن ميزوبوتاميا هي المكان الذي عاش فيه المجتمع النيوليثي. وآدم عندما يخرج من الجنة يخرج على أساس يغادر هذه الجنة التي نسميها ميزوبوتاميا. وهنا تبدأ القصص الدينية، يعني كلها موضوع الدين بعدين يجي هي اشتياق إلى الجنة، يوعدون البشرية بالجنة، يوعدونها بالعصر الذي ساد فيه المساواة وحاجة البشرية والمجتمع متوفرة في كل شيء. أين يتحدثون عن المجتمع النيوليثي الذي كان سائدا قبل التاريخ المكتوب؟ التاريخ المكتوب نحن نعرف أنه بدأ مع السومريين، وعندها بدأت كتابة القصص القرآنية والتوراتية والإنجيلية وما إلى ذلك. طيب لماذا ظهرت الأديان؟ الأديان ظهرت عندما انحرفت البشرية، عندما أخذ بعضهم يستغل الآخر، عندما بدأت سلطة الرجل على المرأة. المرأة هي نواة المجتمع، هي التي حققت المجتمع المستقر في بداية التاريخ. عندما أخذ منها ما كانت تتمتع به هذه المرأة مما كان مجتمعيا، بدأت السلطة تأتي إلى الأزلية الذكورية، وهنا بدأ الانحراف البشري. الانحراف البشري الذي أدى إلى ظهور الأديان، إلى ظهور الأنبياء كلهم، من زرادشت وما بعد زرادشت والإزدادية وغير جميع المنطقة، كلها تدعو إلى إعادة البشر إلى المواصفات الأولى التي تكون عليها المجتمع البشري، سواء الديانة اليهودية أو الديانة المسيحية أو ديانة المسلمة. هذه الديانات التي نحن نسميها بالإبراهيمية، وبدأت بإبراهيم عليه السلام، وقبلها الزرادشتية الذين بعض المؤرخين
يقولون أن زرادشت هو كان إبراهيم، سيدنا إبراهيم هو كان زرادشت الثالث في التاريخ. ولهذا هذه السلالة النبوية أو الرسل لم تنقطع، كلها تدعو إلى خدمة المجتمع وتدعو إلى خدمة البشرية. وهذه النقطة لاحظتها في جميع الذين تحدثوا البارحة أو الذين تحدثوا من خلال الإنترنت أو بالفيديوهات، كلهم يدعون إلى خدمة المجتمع. هذا يعني أن المجتمع لا زال في هذه الخير، ولكن هذه الديانات التي أتت ظهرت في البداية منظومة يقدم منظومة تعيد البشر كما كان عليه السابقون، ولكن مع التحديث مع الأمور التي دخلت عليها مع المصالح الليلة هذه اشتغلت؟ عندما استخدام الدين السلبي مصالح سياسية. ها أختي خلاص كنت تمام باز التليفون يقريدم؟ نتريجي تشيكي تمام. دانك 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 دانك